نشرت الصفحة الرسمية للنادي الإسماعيلي عبر فيسبوك فيديو لقاء اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية مع اللاعبين خلال زيارته لمقر النادي الإسماعيلي، حيث أدى صلاة الجمعة داخل مسجد النادي الإسماعيلي. وعقد المحافظ جلسة مع لاعبي الإسماعيلي لحثهم على مواصلة تحقيق الانتصارات في مباراة فاركو المقبلة. وأكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية للاعبين: أنا في ظهركم وشايف إنكم بتبذلوا مجهود كبير هذه الفترة، وأتمنى نكسب ال6 نقاط القادمين لنقل فريق الدراويش من مكانه الحالي. والإسماعيلي قلب الإسماعيلية ونادي بلد، وكلنا بنحب الأندية الشعبية. ويستعد فريق الإسماعيلي بقيادة الجزائري ميلود حمدي لمواجهة نادي فاركو المقرر لها 8 مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة ال12 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وتمكن فريق الإسماعيلي من كسر سلسلة الهزائم التي لزمته في الجولات ال6 الماضية، حيث نجح الدراويش في العودة للانتصارات بالفوز على حرس الحدود ب3 أهداف مقابل هدف، في مباراة ظهر فيها فريق الإسماعيلي بشكل مغاير، ليحصد بذلك فوزه الثاني فقط هذا الموسم بعد مرور 11 جولة من مسابقة الدوري الممتاز. وهذا الفوز جاء بمثابة دفعة معنوية قوية للإسماعيلي الذي يسعى لاستعادة توازنه وإنقاذ موسمه بعد البداية المخيبة للآمال، حيث رفع رصيده إلى 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة واحدة والهزيمة في 8 لقاءات.